اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الامل ويا صباح السرور عليكم واحلى واجمل متابعين في الدنيا كلها. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول المدمس لسحور رمضان، ان شاء الله يجي علينا وعليكم بالخير وكل سنه وانتم طيبين. انا هعمله بكل سهوله، مش هاخد معانا وقت على النار خالص. في الاول كده هنجيب نص كيلو من الفول وهننقعه، انا نقعته من بالليل لحد الصبح. وبكون هنا نص كيلو له جزرايه مبشوره وليمونه، وحوالي مش هقولك ربع كيلو من العدس، 8 كيلو من العدس، وطماطميه. انا بحط طماطميه وبس، بكون غاليه ميه وبحطها. لازم تحطي الميه مغليه، بلاش تحطيها ساقعه، عشان الميه الساقعه تخلي الفول يجرمز معاكي كده، يعني ما يستويش معاكي بسرعه. وهديله بقى تقليبه واحطه بقى على النار. بقى الاول كده بحطه على نار عاليه لحد ما يغلي، وبعد كده بكون جايبه البراد، لان هو كل شويه عاوز ان انا ازوده ميه، وبحطه يا دوبك كل ما البراد ده الميه هتغلي، بدل ما كل شويه اسخن ميه واحطها له، لا احنا هناخد هنستفيد من البخار اللي طالع منه، كده كده هيسخن الميه بتاعه البراد. بس كده جماعه، عايزه اقول لكم ان والله ما خد معايا ساعه، انا كده هديت عليه النار خالص، ساعه بالظبط. ساعه كمان، ده انا كرماه وسايباه براحته كمان. عايزه اقول لكم ان هو استوى معايا جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله، حاجه كده زبده كهرمان، الله اكبر يعني. مستوي معايا خالص خالص، مش عارفه اطلع حبايه سليمه، يعني عماله اطلع بالمعلقه مش عارفه اطلع حبايه سليمه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. جربوه على ضمانتي، من غير بقى ما تحط اي الوان ولا كركم ولا كاري ولا اي حاجه. شايفين اللون؟ انا ما بحبش ازود للفول اي الوان، بحب اخد اللون بتاعه الجميل ده، بتاعه وبتاع الجزر وبتاع العدس. بعد كده، بعد اللي خلاص هو استوى، بجيب نص كوبايه من الميه وبحط لها معلقه من الدقيق. النص كيلو له نص كوبايه من الميه ومعلقه واحده من الدقيق. بدوبها كده وبروح حطها عليها، طبعا ايدي بالتقليب مع التقليب يعني. دي بتخلي الفول بتاعي يربط كده ويبقى زي بتاع المحلات بالظبط. ديت بقى سر من اسرار المحلات يا جماعه، محدش يقولكوا عليه. ونقلب بقى كده وخلاص، طبعا بنكون طفينا وما نولعش النار تاني علشان ما يكترش معايا. ده بقى انا كنت حطيته سبته يبرد وحطيته في التلاجة لتاني يوم، علشان ما يبقاش سخن معايا على الكبه بتاعتي. طبعا لو عندك هاند بلندر هتحطيه في بوله وتعملي بالهاند بلندر والدنيا تبقى جميله، لكن انا ما عنديش هاند بلندر، فالجيش قالك اتصرف. فانا عملته على الكبه، بديله نص فرمه كده، يعني مش عايزاه مهري قوي. بس واخلص بقى كل الكميه بتاعتي بنفس الشكل بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم ان انا هجربه معاكم دلوقتي كمان. لو ما عندكش كبه ممكن تستعملي الخلاط يعني عادي. بالظبط كده، لو شايفه ان الخلاط هيبقى تقيل عليه ممكن تزودي شويه ميه، يعني ما تصعبيش الامور على نفسك. ما عندك مش خايفه على الخلاط بتاعك، ممكن بالكوبايه، بظهر الكوبايه وتفعصيه. طبعا هنا كنت حابه اعمله بالطماطم والبصل والفلفل كده، بيبقى طعمه جامد. وقلبته كده وهرفعه على النار، يا دوبك يبقبق كده ياخد غلوه، وبس كده جاهز معاكي احلى فول للسحور. هنا كان الفطار، اتفضلوا معانا يا جماعه. بعد كده هبدا بقى ان انا احطه بقى في الكيس. انا هنا عامله كوبايه زي بتاعه الراجل بقى بتاع الفول، بقى اعيشكم بقى اجواء رمضان واجواء الراجل بتاع الفول. هنا بجهز الكياس، وببدا احط بقى الكميه اللي انا محتاجاها واللي انا عايزاها. طبعا انت حسب بقى، فردين، 3، 5 افراد، شوفي بقى اللي يكفيكي، انت عارفه مقدارك واكلك بالظبط. انا عايزه اقول لكم ان الكيس ده والله العظيم ب5 جنيه بنجيبه، وبيبقى نصه ميه، ما بيبقاش فيه حبه ولا بيبقى مخدوم زي ما احنا عاملينه في البيت. وطعمه كمان بيبقى احلى واجمل بكتير. اعملوا الحاجه في البيت هتبقى اجمل واحلى واوفر. يعني انا عايزه اقول لكم، انا هقول لكم في اخر الفيديو انا وفرت قد ايه. واحنا الصراحه في الوقت اللي احنا فيه ده لازم ندور على الحاجه اللي توفر. بس لو شايفين الفيديو يستاهل لايك، حطوا لي لايك. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم ويجي علينا وعليكم بالخير يا رب. عملنا الفول خلاص، بنجهز للسحور. لسه هنعمل الزبادي واللانشون كمان بتاع السحور. ادي معانا الكيس ده، والله بيتباع قده ب5 جنيه، وبيبقى نصه ميه. ده كده بيتباع وما بيبقاش فيه حب كتير زي ده، وما بيبقاش نفس الجوده بتاعت ده. نصيحه اعملوه في البيت. ادي 1، 2، هقول لكم دلوقتي. احنا قلنا الكيس ب5 جنيه، 5، 10، 15، 20، 25،
30 35 40 وعملت طبق الصبح ادي 45 جنيه، بنص تمن بنص كيلو فول ب20 جنيه. عملنا فول ب45 جنيه متخمر بيستوي معاكي بسرعه وما بياخدش اي وقت. جربوه على ضمانتي وهتدعوا لي وانتوا بتسحروا كمان. ما تشتروش الفول من بره البيت، قعدوا بيستغلونا استغلال تام يعني. ولو شايفين ان الفيديو يستاهل اللايك حطوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان عيلتي تكبر بيكم وان شاء الله احقق حلمي بيكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.